السلام عليكم احبتي في الله. بعد اذنكم في اكتر من حد اتواصل معايا وبيقول لي ان هو اتواصل مع ناس حتى صورتي على صفحات تانية وبتكلمهم على اساس يسفروهم الكويت. وانا وضحت قبل كده في اكتر من فيديو ان الكويت في الوقت الحالي قافله على مصر، يعني ما ينفعش اي حد مصري لسه جديد اول مره يروح الكويت يخش الكويت في الوقت الحالي. وطبعا الكويت لما بتفتح رسمي الخبر بيكون نازل رسمي. ووضحت كتير جدا قبل كده ان خلي بالك من النصابين كتير. ففي ناس كتيره بتتفهم الكلام وفي ناس برضو، وانا عذر الناس دي ان ما بتصدق حد يقول لهم هيسافروا. شفت اكتر من حد عامل صفحات باسمي وبصورتي وبيتكلموا الناس على اساس ان ده انا وبيقولوا لهم هنسفركم. مبدئيا انا بصنع محتوى او صانع محتوى او بعمل فيديوهات، انما انا ما بسفرش ولا عندي اي مكتب سفريات. فانا ما بتواصلش مع اي حد من خلال اي صفحه غير الصفحه بتاعتي اللي على التيك توك اللي فيها 154 الف متابع. لو دخلت على الصفحه دي ورسلتني على الخاص انا اللي هرد عليك. اي صفحه تاني فيها اي عدد متابعين تاني حتى لو فيها صورتي ده مش انا. كذلك الامر على الفيسبوك، انا صفحتي الوحيده اللي على الفيسبوك فيها 224 الف متابع. لو اتواصلت من خلال الصفحه دي هتلاقيني انا اللي برد عليك. اي حد تاني هيتواصل معاك باي صفحه تانيه حتى لو عليها صورتي فدي مش انا. وزياده تاكيد اكتر، لو اي حد حابب يتواصل معايا فانا الانستجرام بتاعي هو الحاجه الوحيده اللي انا برد عليها. هرد عليك على التيك توك، لو اتواصلت معايا على التيك توك فانا اللي هتواصل معاك، على الانستجرام فانا اللي هتواصل معاك، على الفيسبوك الادمن هو اللي هتواصل معاك. فبلاش تخلي حد يضحك عليكم، ولو اي حد دخلك وقال لك هسفرك حتى لو حاطط صورتي فبرضه شخص نصاب مش انا. محدش يعرف يسفرك الكويت في الوقت الحالي، واي حد هيسفرك في اي دوله هو مش محتاج منك غير صوره الجواز بس، عشان بس الكلام يكون واضح. اي حد هيتواصل معاك ويطلب منك فلوس فهو ده شخص نصاب. حد هيسفرك وحقيقي هيقول لك عايز صوره الجواز بس. خلي بالكم من نفسكم، وانا عاذر اي شاب حابب انه يسافر، بس بلاش تندفع وتدفع فلوس لحد. الفلوس دي انت تعبان فيها وما عندكش الاستعداد ان تخسر اي جنيه. استنى واصبر وربنا هيكرمك بسفريه كويسه بحد ابن حلال يسفرك من غير ما ياخد منك فلوس غير لما يطلع لك التاشيره. ما تتسرعوش وتدفعوا لاي حد فلوس من غير ما يكون الحد ده طلع لك تاشيره في اي دوله ما. مش انا بكلمك في دوله بعينها، في اي دوله طلع لك التاشيره ادفع فلوس. ما طلعلكش التاشيره وطلب منك انه هيسفرك ادي صوره الجواز بس. اتمنى كده تكون المعلومه وضحت. اي حد حاطط صورتي على اي صفحه مش انا اللي برد عليك، وبلاش تدفعوا فلوس لاي حد. السلام عليكم، اشوفكم على خير.